اهلا بيكم في ازاي الدليل العصري للانسان المصري. ازاي تقول لها انها تخنت؟ ازاي تقول لها انها تخنت شويه؟ لا مش شويه، دي بقت تخينه جدا، بقت فيل. بس انت ما ينفعش تقول لها كده، هي من حقها تتخن، وانت مش من حقك تلاحظ انها تخنت، لانك كده هتجرح مشاعرها. الخطوه الاولى، اشتري لها هدوم اصغر من مقاسها. انت لو تخنت هي هتعمل فيك كده برضه. جمد قلبك، هات لها بلوزه مقاس 8 وهي بقى مقاسها 18. مش شايف انها صغيره شويه؟ ايوه يا حبيبتي، دي مقاس 8. انا فاكر من الصيف اللي فات ان انت كان مقاسك 8، انا فاكر كويس. كده الكرة في ملعبها، وهي المفروض تبتدي تفكر تخس بقى. الخطوة الثانية، في البيت لما الأكل يتحط اعمل نفسك رومانسي ومتعاون واغرف انت. حط لها في طبقها كميات أقل من اللي هي بتاكلها، ولما هي تخلص أكل وتبقى عايزة تاني خليها هي اللي تغرف لنفسها، وسيبها بقى هي تحس بشكلها وهي بتعمل الخطوة دي قدامك. انما انت اكلت فتافيت وحمدت ربنا وعايز تقوم من على الترابيزة. الخطوة الثالثة، حاول تشيلها. مش عارف ايه اللي حصل، نفسي اشيلك زي زمان بس مش عارف. هتسمع كلمتين بايخين، بس انت كده وصلت رسالتك. الخطوة الرابعة، امرك لله، اعمل انت دايت. انا عارف انك رفيع ولو عملت دايت اسبوع واحد هتختفي، بس ده حل كويس وهي هتلاحظ طبعا. دايت؟ انا وزنت نفسي لقيتني زايد 15 جرام. عملت حاجه غلط على شكلي وصحتي. لو ما فهمتش الاشاره دي يبقى مفيش قدامك غير الخطوه الخامسه والحاسمه. الخطوه الخامسه، الحديد بالحديد يفلح يا معلم. دوس في الاكل واتخن انت كمان. اول ما وزنك يزيد 5 كيلو هتلاقيها بتقولك انت مش ملاحظ انك تخنت شويه يا مصطفى وكرشك بقى قدامك عامل زي البطيخه؟ اوبا، كده تبقى هي اللي جابته لنفسها، وغلط بغلط بقى اديها على راسها. انت مش شايفه ان انت بقيت عامله زي شوال البطاطا من فوق ومن تحت؟ شوال البطاطا يا راجل يا ناقص، ونعمه وربيه. كده يا معلم تبقى انت بلغتها انها تخن. استاذن انا بقى.